ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. قبل بقى ما ابدأ الفيديو بتاعي، لو انت اول مرة تشوفيني من خلال الفيديو ده وعجبك الفيديو بتاعي، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اي اشعارات باي فيديوهات جديدة باذن الله هنزلها بعد كده. النهارده كده انا على طول ببدأ الفيديوهات على الشغل بقى، اللي هو انا اقوم الاول اعمل الكوفي والفطار ونقعد كده قاعده. بصراحه ما بعملهاش يعني، فانا مش هصور حاجه انا ما بعملهاش في العادي. ممكن بعض مره بسيطه قوي قوي لو انا عندي مخبوزات مثلا او حاجات انا عاملاها من بالليل قبلها بيوم يعني. ممكن اعمل كده ان انا اخد واحده على السريع وانا واقفه، لكن ان انا اقعد واعمل وقت ليا وكده بصراحه ده لا. الوقت ده انا بعمله اخر اليوم بعد ما انيم الولاد بقى ونخلص الواجبات والمطحنه بتاعه الواجبات بتاعتي طول اليوم دي. ممكن اعملها كده مع نفسي بالليل بعد ما انام، اللي هو بص عايزه ابص للسقف بس مش قادره. دي ممكن اعملها، لكن في العادي لا. الفطار برضو انا يعني انا بسجل لكم الصوت دلوقتي واحنا حوالي الساعه 4 داخله على 4، انا لسه ما فطرتش، ما اكلتش اي حاجه لسه. ما بفطرش اول ما باكل انا خالص، ما بعرفش يعني، انا مش بعرف ان انا اول ما اصحى اكل، غير لو انا حسيت ان انا جعانه وايه. مش بتبقى بقى اول ما اصحى كمان، ده ممكن وانا قلقانه كده في نص النومه لو حسيت ان انا جعانه اكل. لكن انا ما اقدرش بصراحه اول ما اصحى من النوم اكل خالص، ما بقاش مش جاي لي نفسي اطلاقا. فدخلت كده على الشغل على طول. في اليوم ده كنت عايزه ان انا اغير الفروشات بتاعه الكنب واغير التكاوي. انا عندي في الركن اصلا، وما انا جددتها في الركن القديمه وانا جددتها معاكم عندي 9 تكاوي. فكنت ما بحطهم كلهم، كنت بحس كده ان بيتوسخوا كلهم مره واحده، اجي اشيلهم مش بلاقي حاجه افرشها قصادهم. فقسمتهم منها اهدي الكنبه، وكمان الولاد كانوا بيضيعوهم يعني بيوسخوهم في الفاضي بقى بيقعدوا يلعبوا بيهم وكده. فانا خليت بس 4 بس على الركنه، فببدل بينهم المتشجر والساده، النبيتي والمشجر. فبحط الطقم المشجر مع الفروشات الساده، وبحط التكاوي الساده مع الفروشات اللي هي المشجره دي. ففي اليوم ده كنت عايزه ان انا اغير الفروشات والتكاوي. انا بقسم يا بنات الشغل بتاعي، مش بعمله كله في يوم واحد. يعني مثلا انا النهارده لو انا هغير فروشات السرير وهلمع، بكره ان انا المع الخشب، وبعد كده المع التلميع العادي. في اليوم بقى اللي انا يعني بمسح فيه المسحه اللي هي الاسبوعيه دي، ساعات بقدر ان انا المع واعمل النجف مره واحده، وساعات بخلي النجف والتلميع ليوم تاني. هو طبعا بيبقى تلميع سريع، فمش تراب بقى لدرجه ان هو هينزل على الارض، لا انا ايدي في البيت. فبص هو التلميع الاسبوعي اللي هو زي ما بيقولوا روتين الاسبوع بتاعي. فبقسم الشغل، تقسيم الشغل بتخلي البيت على طول الحمد لله كويس نظيف، مش حاسه ان انت في حاجه مهلوكه او كده. وفي نفس الوقت انت تحافظي على الحاجه، بيبقى ايدك فيها كده. تلميع السريع بيخلي الحاجه نظيفه ومش بيهلكها، لان الغسيل الكتير يا بنات للحاجه بيبوظها وبيهلكها وبيخلي شكلها قديم جدا. وطبعا كل حاجه غليت دلوقتي، فما عادش في امكانيه ان انت تجددي او اي حاجه في وسط المصاريف والحاجات دي. انا بجيب يا بنات برضو فوطه، الفوطه دي نظيفه انا عاملاها بس للتلميع كده، يعني للتلميعات دي بس، مش بستخدمها في اي حاجه تانية. الفوطه دي نظيفه على طول موجوده عندي. بقوم شويه ميه، شويه معطر، شويه بسرجل، اي حاجه ريحتها حلوه، واقوم ماشيه على الكنب بتاعي كده، مش على طول برضو عشان ما يبوظش القماش، لا بعملها بصفه مثلا كل ما احس ان في اللي هي اتطرب، اسبوعين 3 شهر على حسب ما احس ان هو لا اتطرب ومحتاج ان هو يتعمل فيه الحركه دي. انا كنت عاملاه المره دي بالمعطر اللي هو بتاع سيكريت بتاع مايوي ده. بصراحه انا جربت كل الالوان كلها تحفه، الازرق والبينك والاسود، وفي الاسود برضو وردات، كله بصراحه حلو، وكل واحد على حسب ذوقه. فانا جبت الفوطه بالمعطر ومشيت عليها زي ما انتم شفتوا كده، كانت مخليها ريحه الريسبشن تحفه طول النهار. شغلت الغسالة بقى على الفرشات بتاعتي، وكان في شنطة البنت بتاعت الدرس تحس ان هي متوسخة مع الخمار والسجادة، وخدتهم
وشغلت عليهم يعني الغسالة. وده كنت بعد ما خلصت. انا قبل ما اعمل معاكم اصلا الروتين ده كنت عملت الروتين الاسبوعي اللي هو طبعا مسح الترابيزات بقى والتحف والخشب والتلميعات اللي هي بشيل فيها كل الحافظات وامسح وكده. الروتين ده بعمله مرة في الاسبوع، وباقي الايام يعني بشيل بقى اللي هو المشات اللي هي صغنونه، الوردات، الحاجات دي، والمع مكانها واكنس الكنس العادي. وبرضو بلمع الخشب في الصيف كل يوم كده بس على السريع، بيخليه نضيف وزي الفل وما بياخدش مني اي وقت. ندخل بقى نعمل غدا. من زمان ما عملناش غدا مع بعض. هعمل النهارده فتة شاورما. كنت متبله يا بنات الصدور قبلها بيوم بتتبيله اللي هي التتبيله الجاهزه اللي هي بتاعه شاورما الفراخ. بجيبها تقريبا ب7 جنيه او مش عارفه هي حاليا بقت بكام، لان كل يوم بقى في اسعار. شويه زيت ونزلت فيهم التومه وقلبتهم كده مطلعوا الريحه، ونزلت فيهم الفراخ اللي انا متبلاها قبلها بيوم. وبعدين بصله بقى وفلفل وطماطمايه. التتبيله دي يا بنات انت بتقطع الفراخ بتاعتك عادي الصدور زي ما انت عارفه كده، وبعدين بتحطها في التتبيله دي معاها زبديه ومعلقتين زيت، وده بيبقى مكتوب اصلا على التتبيله وبيتها قبلها بيوم. خلاص انا عملت الشاورما وغطيت عليها وسبتها بقى وغطيت عليها وسبتها تتعمل كده مع نفسها. نيجي بقى للرز بتاعنا. زيت مع بصلايه واستنى كده اما تدبل، ونزلت عليها بالرز البسمتي. طبعا الرز البسمتي لكل كوبايه من الرز البسمتي كوبايتين من الميه. وبدات ان انا ابهره. انا بحب خلطه الرز توابل الرز الهندي بتاعه مايوي دي يا بنات تحفه بصراحه، ما بستغناش عنها خالص. كل ما بتخلص بجيبها. هي حاليا بقت ب20 جنيه. انا لسه يعني جايباها جديد، فهي حاليا بقت ب20 جنيه. الكيس بيقعد معاكي على فكره مده. هو بيبهر يا بنات بس مش بيدي اللون الاصفر، فانا اضطريت بقى ان انا احط معاه كركم، كاري، اي حاجه تدي اللون يعني الاصفر بتاعنا ده. وانت لو حطيتيها هي مش بتحتاجي تحطي بهارات تانية، بس انا حبيت ان انا اضيف برضو يعني اللي هو كتري وبدري. نيجي بقى للعيش اللي هنعمل بقى اللي هنحمصه. انت ممكن تحمصيه في الشوايه، بس بصراحه ما حبيت طعم اللي هو مقلي في الزيت اكتر. فليكي كل الحريه اللي انت تعمليه. وده عيش يا بنات عادي خالص، العيش الاسمر بتاعنا اللي احنا بنجيبه من الفرن عادي خالص. بقطعه بالمقص كده وببدا ان انا احمره في الزيت. هو اي نعم بياخد زيت شويه، بس انا مش عامله كميه يعني، ده انا عامله رغيف واحد بس وعمل معايا كل الكميه دي يعني، ده رغيف بس. وببدأ بقى ان انا احمره في الزيت واسيبه بقى عندي، بصفيه برضو على المناديل عشان ما حسيتش ان هو مزيت قوي. بس هو برضو لو انت بتعملي كميه هو بصراحه بيشرب الزيت، يعني هو بيشرب زيت بس طعمه حلو. جربت ان انا اعمله في الشوايه ده ما عجبنيش، ما ادانيش الطعم اللي انا احبه. فبحط كده حاجات بسيطه كده حوالين الاكل بيبقى طعمه احلى يعني بصراحه. هو ما بياخدش وقت خالص، في ثواني بتتلاقيكي حمرتي، في ثواني بجد حرفيا ثواني بمعنى ثواني. لازم تكون واقفه جنبه وعينيكي مسطحه مفتحه. نيجي بقى للطحينه. ممكن تعملي بتوميه بس انا ماليش في التوميه، فبعمل الطحينه بفكها عادي بشويه ميه دافيين وبقلب واحط عليها. في ناس بتحط توم وفي ناس بتفرم توم وفي ناس بتحط توم باودر. انا حطيت بصراحه توم باودر لان انا احط توم صريح لا، مستحيل ما اقدرش. ومقلعه مش مقلعه يعني يعني حبه تخل على حسب التذوق بتاعك، ورشه من اي بهارات عندك، فلفل اسود، بهارات 7 بهارات، اي بهارات انت حباها. وفي بنات بقى لو انت عايزه تكتري الكميه، بصراحه انا عامله على قد البيت يعني فمش مستاهل. اما عاوزه ان انا يعني لو في عندي ناس وكده كتير فببوش شويه عيش، شويه مش يعني مثلا رغيف او نص رغيف عيش على حسب، واقوم ضرباه في الخلاط مع الحاجات دي بتقلها وبتديني كميه اكتر. دي يعني ملحوظه كده لو انت عايزه تعملي كميه او عندك ناس او ضيوف او كده. لكن انا للبيت يعني بحس ان هي مش مستاهله. ودخلت بقى اسقي الزرع اللي هو متطرب قوي ده، مش عارفه اعمل له ايه. انا كل ما امسحه ما في ثواني وبيتطرب نفس التراب ده. قلت بقى ندخل نسقي الزرع ونخلص بقى ونغرف بقى. وده شكل فتة الشاورما. بصراحة أكلة تحفة، طعمها حلو قوي قوي والولاد بيحبوها جدا، وفي نفس الوقت كده تغيير. وده كان روتيننا وفي اليوم ده، وده كان الغدا بتاعنا. وفي الاخر خالص كده اللي هو مش بس بصراحة مش في نفس اليوم، بعدها بيوم اتقابلت انا واصحابي. المقابله اللي بتحصل كل سنه مره حرفيا، احنا ما اتقابلناش من شهر 9 اللي فات. وبكده يكون يومنا انتهى، مع السلامه.